الوطنيه ستكون جاهزه في المستقبل؟ بطبيعه الحال ستكون جاهزه. نتكلم على الياس الشاعر مع حقبه الناخب الوطني السابق كان له دور كبير في تاهل المنتخب المغربي لنهائيات كاس العالم، لانه كان رسمي في جميع الاحصائيات وكان لاعب محوري حتى انه سجل في الاحصائيات. القدوم ديال بلال خنوس للمنتخب المغربي ربح كبير جدا، لانه لاعب اللي عنده مستوى كبير. حتى ان روبرتو مارتينيز المدير الفني للاتحاد البلجيكي وكذلك مدرب المنتخب البلجيكي كان يحاول اقناعه بالانضمام الى منتخب بلجيكا. بالتالي هادو لاعبين اللي غنستثمروا فيهم، لاعبين اللي غيكونوا من الركيزه ديال المنتخب الوطني في المستقبل. اضافه الى ان نتكلم على حكيم زياش اللي باقي قدامه واحد المسار كبير. اللاعب اللي يلاه عنده 29 سنه. كانت حكيم اشرف حكيمي لاعب اللي يلاه عنده 23 سنه او 24 سنه. بالتالي كنظن ان الاستمراريه مبروك للشعب المغربي، مبروك لافراد